بال 2019 كنا نصرف بلا ما نفكر، بتروح على السوبر ماركت تدفع 20,000 وبتطلع معك 20 كيس، كل شي كان بسيط وكل شي كان رخيص. بس بال 2025 صرنا نحكي مع حالنا بالمراية. شو اخبارك؟ مش منيح بس عايش. انت شو؟ انا ناطر الكهرباء. بتطلع بحالك الجيبة فاضية، فقدنا عقلتنا، والاحلى فقدنا الامل كمان. بال 2019 كنا نروح على البنك مبتسمين، كل العالم كانت تحط مصرياتها هونيك. هلا انا ما كنت اوثق بالبنوك، كنت دايما شك في شي غريب بالموضوع. يعني شان فتح حساب، ليش خايف هالقد؟ انا اوثق ببنك فضل نط من هليكوبتر. شو؟ وبال 2025 الكل صار يسأل وين المصاري؟ يا حرامية يا نصابين، ردوا لي 100,000 طبعا. ما في شي لك، روح فل من هون قبل ما تقل الدرك. قال شو؟ بنك. هلا انا بعدني مرتاح، على القليلة عارف وين حاطط مصرياتي، مش مثل هونيك محل. هلا استاذ نيشان عنا كارت شخصي بجنن، اعطوني مصرياتي بالاول وبعدين نحكي بالقروض. بتطلب 100,000 وبيقولوا لك هلا صعبة شوي بس في عنا فايدة بتقدر تاخدها. اوكي. الكل ينزل على الارض، عم بسرقوا البنك. وكمان بيضلوا يدقوا لك بالليل وبالنهار. الو استاذ نيشان، في عنا خدمة جديدة. ليك اسمع دقيقة. شو؟ ما بقى تدق لي. بس استاذ ما بقى بصير تدق لي، هيك، ما بقى فيك تدق تعمل لي، ما هيك، بقى بدنا تدق لي، ما نشتغل. بقى. وخلص بقى ما بقى تدق لي. قال شو؟ بنك. بال 2019 كل شي كان بسيط، بتروح على السوق تشتري شاورما ب 5000 ليرة، كيس تشيبس ب 2000 وبنزين تفول السيارة، وبيضل معك فراطة لتروح تاكل بوزة. وإذا طلعت على المطعم طلبت بيتزا مع أصحابك تتقاسموا الفاتورة وما حدا بيحس فيها. خلص شباب اليوم علي. وإذا عبالك شي تياب بتروح على المول تشتري تي شيرت ب 20,000 وما بتفكر فيها. شاورما، منقوشة، قهوة، كل شي كان رخيص. 2019 كانت عيشة بسيطة وما حدا كان يوقف يفكر 100 مرة قبل ما يشتري شي. بس بال 2025 كل شي تغير. بتروح على السوق الشاورما صارت 500,000 ليرة، والبنزين إذا بتجرب تعبي نص تنكي بيقلك الشغيل. واو هيدا كل يلي بالمحطة، بدك تحسب كل ليرة يا زلمة. وإذا طلعت على المطعم مع الشباب نفس الغدا اللي كان ب20,000 اليوم صار بده نص معاشك. الصحون صارت أصغر والويتر بيقلك اهلا وسهلا فيكن بدولار لاند. شو عم يحكي هيك؟ نحن وين جينا؟ الشاورما صار قصة شهرة والفاتورة طلعت مصيبة. بال 2019 كانوا العالم يخلصوا جامعة ودغري يلاقوا وظيفة مع معاش مرتب، عايشين والدنيا بألف خير، مصاري بتجي بسهولة والبونus بحسسك انك غني، تشتري اغراض كل يوم، تطلع مع اصحابك ومبسوط باللي عندك، حتى لو اذا كنت عم تسوق وفقعوا دولاب السيارة مش مشكلة لانه في بونس بكرة. تطلع على السينما مرة بالجمعة والظهرات صارت غير، صار كل يوم له طعم جديدة، تضحك بالمكتب، تعمل مقلب صغير وبتنطر اخر الجمعة لتروح رحلة صغيرة او ظهرة مع اصحابك. كل يوم بتحس المستقبل واسع وانه كل شي ممكن يصير احسن اذا ركزت واشتغلت شوي. بس بال 2025 نفس الوظيفة موجودة بس المعاش صار بالحجر. تفتح الظرف بتشوف كم ورقة وبتحس حالك غني، بس بعد اول دفعة نص المصاري طاروا. بتروح لتشتري خبز وبتقعد تحسب كل ليرة. قد ايه الخبز؟ 70,000 استاذ. اوكي. الكل ينزل على الارض عم بسرقوا الفرن. حتى المصاري اللي كانت بسيطة قبل ما بقى فيها تاخدك بالتاكسي اليوم. مرحبا كيفك؟ لوين رايح؟ والله على المول. يلا اطلع. اوكي يسلم ويعطيك العافية. واو وقف عندك. شو؟ 2,000,000 ليرة. ايه ما معي مصاري. شو؟ يا خي روق. يا كلب تعال هون بدي اقتلك. واذا صرفتوا المصاري كلها وباقي بس $3 ممكن تشوفوا الباتريون تبعي. بالباتريون رح يكون في فيديوهات بعد مش نازله على يوتيوب، رح احط اسمكم الخاص بكل اخر فيديو، تقدروا تحكوني وتتواصلوا معي، تقدروا تشوفوا لمحات من الفيديوهات الجايه واعمال فنيه انا بعملها. ورح يكون في 7 ايام بلاش، بلا كريدت كارد بلا ولا شيء، اللينك رح يكون بالتعليقات. بال 2019 كانت الاخبار بسيطه، بتشوف المذيع لابس بدله والموسيقى بتحمسك. أعزائي المشاهدين، الوضع الاقتصادي مستقر والبلد بألف خير، ونحن قاعدين على القهوة عم نضحك ونكمل حياتنا كأنه كل شي تمام، والأخبار على الراديو كأنك عم تسمع شي خبرية لجدك، كل يوم خبر أغرب من التاني. خبر عاجل أعزائي المشاهدين، مواطن من صيدا حاول يطبخ فلافل على سطح مبنى ووقع عن المبنى. تفاصيل الحادث بعد الفاصل. شو عم يصير يا عمي؟ والمذيعين كل واحد بمطرح غريب وبيضل حامل الميكروفون تبعه. خبر عاجل، الشيف قرر يسحب الطنجرة على الزبائن. أنا مع مين اليوم؟ الشيف. أستاذ الشيف، ليش سحبت الطنجرة على الزبائن؟ لأنه بس بال 2025 الأخبار صارت فوضى حقيقية، المذيع ما عاد لابس بدلة وبتلاقيه عم يركض بالشارع وعم يصرخ. خبر عاجل، الأخبار صارت تنباع بالعلب.
شو عم يحكي هيك؟ والناس كل حدا ماسك تليفونه وعم يصور الاخبار ويعمل ميمز عليها، والعناوين صارت مجنونه. رجل من بيروت حاول يعمل حلاق فوق سطح مبنى وتم القبض عليه. ولليوم نحن بعدنا قاعدين على القهوة وبعدنا عم نضحك وما كأنه تغير شيء. بال 2019 كنا نسافر من دون تخطيط، بتطلع على الصبح وبتقول يلا لروح على فرنسا، تفتح اللابتوب بتلاقي التيكت بس ب $300 والفيزا بتجي بنفس النهار، بتروح على المطار مبسوط وبتوقف بالدور بس ل5 دقايق، يلا رحلة سعيدة. بتنام بالطيارة على راحتك وما في براسك الا توصل وتاخد صور لتنزلها على انستغرام. وبالحكي عن انستغرام عملوا لي فولو على الانستغرام تبعي، والموظف بيجي بيسألك قهوة ولا عصير؟ 2 سوا ما عندي هم. وبتوصل على فرنسا والدنيا بألف خير. بس بال 2025 إذا بدك تسافر صار بدك فيزا، كارت وضمانة من خيك الكبير. ريحة المجارير بالمطار فاحة، والطيارة بتتأخر والكهرباء بتنقطع كمان. لا وبيجي الموظف بيقول لك نعتذر استاذ، النظام واقع، رجع بكرة. تقعد بالمطار ل6 ساعات، الرحلة تأخرت والإعلانات عم تعيد نفس الجملة. اعتذر عن التأخير بسبب التقنية. شو؟ والله ما بعرف. بس ما في لا طيارة ولا شي مثل الخلق، في بس نحنا وريحة المناقيش اللي خلصت من ساعة. بتشوف الناس نايمة على الأرض، واحد حاطط راسه على الشنطة وواحد تاني عم يشحن تليفونه من الميكروويف. ريتني ركبت الباص كنت وصلت قبل الطيارة. 2019 كنت تكون قاعد لحالك بالبيت وبيجيك اتصال من رفيقك. الو ايه نيشان، نحن طالعين نسهر، تعا معنا. لوين رايحين؟ ما بعرف، بس رح ننزل عجونية ومنشوف شو بنعمل. تطلع معهم والجو بالسيارة والعين، الموسيقى طالعة يا معلم، وحتى لو ما معك مصاري بتضل تلاقي طريقة تنبسط فيها. العالم كله كان مبسوط وما حدا عم يفكر لا بالفواتير ولا بقطعة الكهرباء ولا بالدولار إذا بيطلع وبينزل. وبس تخلص الليلة بتروح على البيت مبسوط وبتطج نومة بالتخت. بس بال 2025 صار إذا اتصل فيك صاحبك بتصير تسأل حالك 100 سؤال. يا الله شو بده هيدا هلا؟ معقول يكون بده مصاري؟ يا خيي ما معي ليرة أعطيه. ألو ليك نحن طالعين نسهر. تسهروا وين؟ لك في محل فاتح جديد والباركينج تبعه 500,000 وفي عندهم أكل كتير طيب، حقه $30. لا لا يا خيي خليني بالوقت. تقعد لوحدك، الكهرباء مقطوعة وبتصير تحكي مع العفش. ايه وانه قلت له روح خلص حل عني. عرفت كيف؟ بتفتح الشباك وبتسمع صوت المولد طالع بالضيعة كلها. نحن لوين وصلنا؟ اوف يا زلمة شوف سعر الخبز. اوف. هيدا من زمان كان حقها 1500,000. ايه والله. قديش حقه هي؟ ما كان في سعر عليه. هيدا 180,000. للشيبس؟ ايه عم تدفع للهوا جواته كمان. إيه خليني اروح اتنفس غداية لكن. هيدا كمان بدك تدفع عليها. يعني لبنان تغير، نحن تغيرنا، بس في شي وحيد بعد ما تغير. لك يلعن هالكهرباء.